السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هيكون جديد شوية على القناة عندي علشان هنتعلم فيه حاجة جديدة أول مرة نتكلم فيها. هنتكلم في الفيديو ده إزاي إن احنا نعمل حركة للكاميرا بالشكل ده بطريقة بسيطة جدا، عشان لو حد مش عارف خالص إزاي يحرك الكاميرا فيبدأ يتعلم معانا واحدة واحدة حركة الكاميرا بتكون عاملة إزاي ونتحكم فيها إزاي، وإزاي كمان نتحكم في سرعتها. فيلا بينا نبدأ على طول. بس قبل ما نبدأ، لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا. مبدئيا كده وقبل أي حاجة، أي زرار هندوس عليه علشان لو أنا نسيت أقول حاجة هتلاقيه عندك تحت على الشمال في الجزء ده. وتاني حاجة، التصميم ده احنا أصلا كنا عملناه في آخر فيديو على القناة، فلو حابب تشوف ازاي عملنا إزازة البرفيوم دي هسيب لك اللينك بتاعها في الآي اللي فوق دي، وهسيبه لك كمان في الديسكريبشن تحت الفيديو أو في صندوق الوصف. ودلوقتي خلينا نبدأ. أنا طبعا ظابطة الريندر انجن على ايفي علشان ما يبكسلش مني وأنا شغالة، فتبقى الناس شايفة بوضوح ومن غير مشاكل، لكن في الحقيقة هو ده شكل ازازة البرفيوم على سايكلز. فخلينا نرجعها تاني لإيفي علشان الدنيا تكون لطيفة معانا من غير نخبشة. طيب، في الفيديو ده هنتعلم طريقة لطيفة جدا للحركة بتاعة الكاميرا. هنعملها ازاي؟ أول حاجة طبعا انت لازم تتأكد ان انت عندك كاميرا أصلا في السين، وانا أساسا عندي كاميرا. لو دوست على 0 من النمباد هتظهر لك الكاميرا اللي عندك، هتشوف الفيو بتاعك من الكاميرا بتاعتك. أو لو انت شغال على لابتوب ومش عندك نمباد فهتيجي تعمل فيو كاميراز اكتف كاميرا، وبكده هيفتح لك الكاميرا اللي عندك في السين بتاعك اصلا. طيب، علشان احرك الكاميرا انا هستخدم اسلوب في الفيديو ده، ان انا هعمل تراك للكاميرا، هعمل باث للكاميرا، زي ما يكون ان انا هعمل لها طريق، هقول لها ان هي تمشي على الطريق ده. هنعمل ده ازاي؟ هنعمل اد ومن هنا كيرف، وهعمل سيركل. طبعا انت ممكن تعمل البيزير كيرف ده، او ممكن تعمل باث عادي، او ممكن تعمل اي حاجة من الكلام ده، بس في الفيديو ده انا اخترت ان انا اعمل سيركل علشان تكون سهلة، وعلشان نركز على تحريك الكاميرا وبقية الحاجات اكتر ما اركز على شكل الباث نفسه اللي الكاميرا هتمشي عليه. فاحنا هنطبق على سيركل، وانت براحتك تقدر تعمل الباث او المسار او الشكل اللي انت حابب ان الكاميرا تمشي عليه براحتك. فهعمل سيركل وبعدين هدوس اس عشان اكبر الباث ده حاجة زي كده، وهو طبعا مش باين عندي عشان هو تحت البلين دي، فهعمل جي زد عادي جدا وهتحكم فيه كأنه حاجة عادية عندي. هعمل جي زد وهطلعه بس فوق الارض حاجة بالشكل ده، وبكده هيبان عندي بالطريقة دي. هعمل اس واعمل له سكيل شوية كمان حاجة زي كده، وبعدين هدوس تاب علشان ادخل في الاديت مود واشوف الفيرتسز بتاعة الباث بتاعي بالشكل ده. تمام. طيب، انا عاوزة الكاميرا تبدأ عندي من النقطة دي. هعمل ده ازاي؟ اول حاجة هختار النقطة اللي انا عاوزة الكاميرا تتحط عندها بالظبط، وبعدين هاخد الكرسر ده واحطه هنا بدل ما هو محطوط في نص الورلد اوريجين. هعمل ده ازاي وانا واقفة على النقطة دي؟ فاول حاجة هعملها ان انا هسلكت النقطة دي، وبعدين هروح من قائمة كيرف من هنا وهعمل سناب وهعمل كرسر تو سيلكتد، فكده هو حرك لي الكرسر للنقطة اللي انا عاملة لها سيلكت. تمام. بعد كده هروح للأوبجكت مود تاني وهختار الكاميرا بتاعتي. أنا الكاميرا بتاعتي أهي، فهتأكد إن أنا واقفة على الكاميرا، وبعدين هروح من أوبجكت وتاني هروح على سناب وهعمل المرة دي سيلكشن اللي هو الحاجة اللي أنا مختاراها سيلكشن تو كرسر، يعني يوديلي السيلكشن اللي هو الكاميرا اللي أنا عاملة عليها سيلكت تو كرسر اللي هو ده اللي احنا حطيناه هنا. فبالتالي الكاميرا دلوقتي راحت على الكرسر ده، وبكده بقت عندي الكاميرا هنا. دلوقتي انا مش محتاجه الكرسر ده ان هو يكون هنا، فهرجعه تاني مكانه بان انا هروح على اوبجكت وهعمل سناب وهعمل كرسر تو وورد اوريجين، وبكده انا رجعته تاني لنص الورلد بتاعي زي ما كان في البدايه خالص. دي كده اول خطوه. تاني خطوه هحتاج ان انا اعملها علشان اخلي الكاميرا تتبع المسار ده اللي هو الدايره دي، فانا محتاجه ان انا اربطهم ببعض، محتاجه اقول للبرنامج انه يا كاميرا امشي على المسار ده. هعمل ده ازاي؟ هتاكد الاول ان انا عامله سيلكت على الكاميرا وهدوس شيفت واختار الباث بتاعي اول سيركل بتاعتي، وترتيب الاختيار ده مهم جدا. هختار الاول الكاميرا وشيفت وهختار الباث اللي عندي، وبعدين هدوس كنترول بي علشان اعمل بيرنت، بس المره دي هختار فولو باث. لما ادوس فولو باث انا دلوقتي ربطت الاتنين ببعض. لما تدوس سبيس من الكيبورد هتلاقي ان الكاميرا بتلف حوالين المسار ده بالشكل ده. طبعا هو الكاميرا باصه لتحت علشان كده شكلها غريب بالشكل ده، بس دلوقتي هنظبط الحته دي. طيب،
تاني حاجة أنا عاوزاها إن أنا عاوزة الكاميرا مهما تلف ومهما تتحرك تفضل باصة لإزازة البرفيوم. فأنا قدامي إن أنا أعمل ده بحاجة من اتنين، يا إما أربط الكاميرا بإزازة البرفيوم نفسها، أو إن أنا أربطها بشكل وهمي وأحط الشكل الوهمي ده في نفس مكان إزازة البرفيوم علشان أعرف أتحكم فيه لو حبيت من غير ما أغير مكان إزازة البرفيوم بتاعتي أو الأوبجكت الأساسي اللي أنا عاوزة الكاميرا تبقى بصاله طول الوقت. هعمل ده ازاي؟ هروح اعمل اد empty واختار اي واحد من دول. هعمل انا plain axis دي، ونفس الكلام جي زد عشان اطلعه فوق الارض، وسكيل شويه علشان اشوفه. وكده انا حطيت empty ده اللي هو البرنامج بيعتبره object فاضي، object بس مش موجود. وبعدين هروح على الكاميرا دي وهاجي من هنا من الكونسترينتس هعمل add object constraint من هنا، وهختار track to. كده انا بقول له اعمل لي تراك لحاجه معينه، مهما اتحركتي يا كاميرا افضلي باصه للاوبجكت ده، افضلي عامله له تراكنج، افضلي تابعاه. هعمل ده ازاي؟ هروح على التارجت، هختار الاي دروبر وهختار الاوبجكت اللي انا عاوزاه اللي هو في حالتي انا هنا هيكون الامتي. بص مجرد ما اخترته الكاميرا بصت له على طول. دلوقتي انا لما اعمل بلاي تلاقي الكاميرا مهما بتلف هي باصه وجهتها عند الامتي ده. طيب ليه انا عملت امتي وما عملتش على ازازه البرفيوم نفسها؟ علشان مثلا لو انا اتجاه الكاميرا ما عجبنيش وعايزاها تبص فوق شويه، لو انا جيت على الامتي ده وعملت جي زد بص الكاميرا بتطلع معايا لفوق وبتنزل معايا لتحت. خليني اكنسل. لو عملت جي مثلا بص في اي حته هتحرك الامتي ده انت الكاميرا بتتحرك معاك حتى من غير ما تحرك العنصر الاساسي عشان ما تبوظش التصميم بتاعك. فدي طريقة ألطف إن أنت توجه بيها الكاميرا للمكان اللي أنت عاوزه. وبكده إحنا خلصنا تلتين المشوار تقريبا. إيه الحاجة اللي باقية؟ إن إحنا بقى نشوف الكاميرا بتاعتنا عاملة إزاي ونظبطها. زي ما قلنا هندوس 0 علشان نشوف اتجاه الكاميرا، وبعدين هقف على الكاميرا هنا وهروح على الكاميرا بروبرتيز، وممكن من الفوكال لينث دي أصغرها حاجة زي كده لو أنا عاوزة. أو الحل التاني خلينا نعمل كنترول زد. الحل التاني علشان أنا مخلية الكاميرا دي تتبع الباث ده اللي هو السيركل، فممكن لو انا جيت على السيركل دي وعملت اس عشان اعمل لها سكيل وكبرتها كده بص الكاميرا لازقه فيها معايا، فهكبرها قد ما انا عاوزه وبعدين هدوس 0 علشان اشوف الشكل عندي عامل ازاي. وبكده انا عندي الشكل حاجه زي كده. طيب هبدا اظبط بقى الانيميشن بتاعي. انا طبعا من هنا ممكن بقى ان انا ارجعها مثلا لورا شويه حاجه زي كده وابدا اشوف الانيميشن بتاعي انا عاوزه يكون شكله عامل ازاي. طيب علشان اظبط اتجاه الكاميرا فانا هاجي برضو من هنا وهعمل جي زد وهرفعها لفوق شويه، وزي ما احنا شايفين الكاميرا بتبص تحت على الامتي اللي انا عاملاه بالشكل ده، فهرفعها حاجه زي كده مثلا وخلينا نشوف 0 كده بقى عامل ازاي. تمام. هاجي على الكاميرا هنا وهقلل الفوكال لينث شويه، وممكن ارفع السيركل كمان جي زد، وممكن ارفع الامتي ده نفسه فاعمل جي زد وارفعه لغاية لما الكاميرا تبقى مظبوطة عندي زي ما انا عاوزاها. خليها مثلا حاجة زي كده وهرفع ده لفوق شوية كمان جي زد نعمل 0. تمام انا شايفة ان هو كده كويس. طيب دلوقتي انا عندي الكاميرا بتتحرك ازاي؟ خلينا نشوف حاجة زي كده. طيب انا عايزاها بس تلف في الجزء اللي انا عاملة فيه باك جراوند علشان ما تطلعش بره كده وتبقى الباك جراوند من هنا. ما عنديش انا باك جراوند في الحتة دي، فهاجي هشوف الكلام ده بيحصل من امتى. الكلام ده بيحصل عندي بداية من 100، من فريم رقم 100 لحد فريم 123. طيب خلينا نرجع بقى كده لورا واشوف فريم رقم 100 عندي الكاميرا واقفة فيه هنا، فانا هروح لمكان الكاميرا وخليني احاول ان انا اغير المسار بتاع الباث ده. يعني انا مش لازم ان انا احافظ عليه ان هو يبقى خط مستقيم بالشكل ده. طيب اغيره ازاي؟ هقف على هنا وتاب عشان اروح للاديت مود. انا هنا عندي النقطة دي هسيبها زي ما هي، هخليها تبدأ من فوق وعايزاها تنزل على تحت، عايزاها لما تيجي من هنا تبدأ تنزل لتحت. هعمل ده ازاي؟ هروح اقف على النقطة التانية دي الفيرتكس التانية وهعمل لها جي زد وهنزلها خالص لتحت حاجة بالشكل ده. وخلينا نشوف دلوقتي الحركة بقت عاملة ازاي. بص انت كده كده دلوقتي لو دوست بلاي بص الكاميرا بتنزل لتحت ازاي. خلينا بقى نرجع تاني على فريم رقم 100 وخليني ادوس 0. خلينا نرجع على الاوبجكت مود و0 عشان اشوف اتجاه الكاميرا، وبعدين هعمل بلاي بان انا ادوس سبيس بار او المسطره من على الكيبورد وهلاقيها بتنزل عندي بالشكل ده. عشان الحركه ما تبقاش مبالغ فيها بالشكل ده فخليني انزل الامتي ده لتحت شوية حاجة زي كده، ويخليني كمان اروح ارفع النقطة دي من على الارض شوية فخليني اعمل لها جي زد
ارفعها حاجة زي كده. خلينا كده نشوف الشكل عامل ازاي. Object Mode، وهاجي على البلين وجي زد. انا بس عاوزة الكاميرا ما تخرجش عندي بره النطاق ده. خلينا كده نشوف السيتنجز بتاعت الكاميرا نفسها ونقرب الفوكال لينث ونبعد دي. خلينا اعمل اس عشان اعمل لها سكيل اكتر. نشوف 0 دلوقتي، وتبدأ تظبط السيتنجز بتاعتك لغاية ما تكون مناسبة. دلوقتي لو عملنا بلاي، خلينا نعمل هنا الستارت عند 100 والاند عند 123 علشان تكون دي بس الانيميشن بتاعي من 100 ل 123. فبقى عندي حاجة بالشكل ده. طيب هنلاحظ ان حركة الكاميرا سريعة جدا. اخر حاجة هنعملها ان احنا نبطئ حركة الكاميرا دي عشان ما تبقاش سريعة قوي كده. كل اللي انا هحتاج اعمله بمنتهى البساطة ان انا هروح على الكيرف ده، وهلاقي هنا عندي في الداتا من هنا هلاقي عندي حاجة اسمها باث انيميشن. هفتح الباث انيميشن دي بان انا ادوس على السهم الصغير ده، والاقي هنا فريمز. كل ما هزود فريمز دي كل ما حركة الكاميرا هتبقى أبطأ. لو أنا مثلا رحت عملتها 350 وجيت من هنا وعملت بلاي، هلاحظ إن حركة الكاميرا بقت أبطأ بالشكل ده. طبعا كده مساحة الحركة اللي عندي بقت أكبر بكتير. فأنا هرجع ده تاني، خلي الستارت من 0 أو من 1 زي ما كان. خلينا نعمل بلاي. بص دلوقتي حركة الكاميرا بقت أبطأ بكتير. خلينا نعمل 0 عشان أشوف الشكل، وأجيب ده من الأول. طيب لو انا عايزاها ابطأ من كده كمان نفس الكلام، هروح على الباث من هنا واخلي دي مثلا حاجة زي 550، وهاجي من هنا خلينا اعمل 0 عشان اشوف حركة الكاميرا، وهعمل بلاي. وبكده بقت بطيئة خالص عندي بالشكل ده. وطبعا ده بيخليها تاخد فترة أطول على التايم لاين عندي. فلاقي إن حتى بقى آخرها 129. فخلينا نعملها 129 بعد ما كانت واخدة فريمز قليلة خالص من 100 ل 123، يعني 23 فريم بقت دلوقتي واخدة عندي 129 فريم. ودي الطريقة اللي الكاميرا بقت بيها أبطأ، إن هي خدت نفس الحركة بتاعتها وطولتها على التايم لاين عندي على الزمن، فبقت عندي حركة الكاميرا بطيئة بالشكل ده. وبس كده. دي كانت تريك بسيطة ازاي تعمل حركة للكاميرا على بلندر. وطبعا تقدر تتحكم في تغيير كل حاجة، سواء الباث، سواء سرعة الكاميرا، سواء مكان الكاميرا او حركة الكاميرا او انتقالها او اتجاهها. اديتك شوية تيبس كده تقدر ان انت تغير في كل حاجة فيهم علشان توصل لنتيجة مختلفة تماما عن اللي انا قدمتها دلوقتي، وتقدر ان انت بيها تعمل حاجات احلى من كده بكتير كمان. فيا رب تكون المعلومات دي فادتكم. وطبعا في اخر الفيديو كالعادة بفكرك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس، وأشوفكوا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. باي باي.